على مدار عامين عبد الفتاح السيسي كرر كلمة الإرهاب أكثر يعني من ما تحدث عن مشروعات. يعني هو في كل خطاب يذكر الإرهاب مرة أو مرتين، يتحدث عن أهل الشر، يتحدث عن الإرهابيين. حتى عندما ذهب للخارج في لقاء رئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء البريطاني أو حتى مع أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تحدث عن الإرهاب. أين الإرهاب الذي انتهى بمجرد قدوم عبد الفتاح السيسي؟ السيسي يوم 26/7/2013 وكان وزيرا للدفاع، أو يعني كان يعتبر هو من يتحكم في مقاليد الأمور في وجود عدلي منصور، طالب المصريين بالنزول للتفويض في مواجهة إرهابا محتملا. وبعد 3 أعوام تقريبا، يعني الشهر القادم هنكون 3 سنين على هذا الانقلاب العسكري، وعلى جمعة التفويض الإرهاب المحتمل صار إرهابا حقيقيا. ولكن سعيد حساسين يعيش في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالتأكيد يتحدث عن نهاية الإرهاب بمجرد قدوم عبد الفتاح السيسي. مصطفى بكري كانت له وجهة نظر أخرى بعد مرور عامين على تولي السيسي رئاسة الدولة، وتحدث أن السيسي ورث شبه دولة في تكرار لكلمة السيسي بأن مصر أشباه دولة. نستمع لما قاله مصطفى بكري. تراكمات عقود طويلة من الزمن لا تزال موجودة على أرض الواقع. كيف لرئيس ورث بلدا أسماه شبه دولة تعرض للفوضى على مدى 5 سنوات، كيف له أن يضمد الجراح وأن يدفع إلى الأمام؟ كثيرون حاولوا التشكيك من الداخل ومن الخارج، بثوا دعايات رخيصة الهدف منها ضرب الروح المعنوية للشعب المصري. كان الرئيس على مدى العامين في صراع مع الزمن، يضع مواعيد مستحيلة التحقيق لكنها تتحقق. وهل هناك أكثر من فترة العام التي طلب فيها الرئيس الوفاء بحفر قناة السويس الجديدة؟ طيب، مصطفى بكري تحدث عن قناة السويس، وعبد الفتاح السيسي نفسه في حواره مع أسامة كمال قال أن حفر قناة السويس وإنجاز هذا المشروع كان لرفع الروح المعنوية للشعب المصري. السيسي نفسه بلسانه قال ان هذا لم يكن انجاز، هو كان مشروع لرفع الروح المعنويه. احنا بنحاول نرفع معنويات الشعب المصري، لكن مصطفى بكري استمع الى قضيه ان مصر اشباه دوله، وثوره يناير جاءت بالفوضى و5 أعوام من الفوضى، وكيف له نسى ان يبكي في هذا المقطع. ولكنه ايضا تغافل عما قاله السيسي مع زميله اسامه كمال عندما تحدث ان هذا المشروع كان لرفع الروح المعنويه. احنا كنا عايزين نقول للمصريين ان انتوا قادرين يا مصريين تعملوا الموضوع ده في سنه. طيب حضرتك بالنسبه للتكاليف، بالنسبه للديون، بالنسبه للامور الاخرى مش مشكله، كل ده عادي، لكن الشعب المصري الحمد لله روحه المعنويه كلها ارتفعت. لو نزلت الشوارع هتلاقي الشعب كله بيضحك، لو مشيت في الطرقات هتلاقي الشعب كله معنوياته مرتفعه. ولكن بكري لا زال يرى أن مصر هي شبه دولة، وأن السيسي ورث تركة ثقيلة، وأن ثورة يناير جاءت بالفوضى. مجدي طنطاوي وهو مصطفى بكري آخر يشبه موقف السيسي في محاربة الفساد بموقف النبي. نستمع لما قاله مجدي طنطاوي. وكلامه لما يقول لك التصدي من جريدة الجمهورية، التصدي لأي مخطئ بالقانون ولو كان الرئيس، فكرني، وحاشا الله في القياس طبعا، انما فكرني بخير خلق الله حبيبنا النبي لما بيقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. وجرد نفسه بقى من ان هو نبي الله ورسوله، اعتبر نفسه هنا في مثابة الاب، فبقى انسان بشر زي كل البشر، يجري عليه ما يجري على المجموع. فالرئيس السيسي النهارده بيقول لك التصدي لاي مخطئ بالقانون ولو كان الرئيس. مجدي طنطاوي يتحدث بأن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن ابن عبد الفتاح السيسي كان نفسه يدخل المخابرات العامة أو المخابرات الحربية لأدخله السيسي في هذه المخابرات الحربية، لو أن بنت السيسي كان نفسها تدخل النيابة أو الرقابة الإدارية لأدخلها السيسي النيابة أو الرقابة الإدارية. ثم تتحدث بعض الصحف أن عبد الفتاح السيسي لو طالته شبهة فساد فسوف يحاكم، ولاده في المخابرات الحربية وفي الرقابة الإدارية
القضية في النيابة أيضا، وهناك الآلاف من حملة الماجستير لا يجدون وظيفة. ومجدي طنطاوي يتحدث أن السيسي يعمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. مجدي طنطاوي أيضا لازال حاضرا معنا مع صديقه ورفيقه عزمي مجاهد، يقترحون تولي الجيش وزارة التربية والتعليم. لماذا؟ دعونا نشاهد. في وجهة نظرك الحل حضرتك كويس. انا اعتقد اوعي تقولي لي الجيش يمسك الامتحانات ويمسك التربيه والتعليم. وليه هو لا؟ بصراحه طالما هم دول الجيش لازم الامناء على يمسك البلد كل في المرحلة الوزارات. دي. كابتن عزمي ما انت ما عندكش بدائل. يبقى اذا كان كده يبقى كل الوزراء والوزراء الفاسده دي عايزة يمسكها أسأل القائد حضرتك المسلح. سؤال ايه كابتن المشكله؟ عزمي. يعني انت هتسيب يعني التعليم كده؟ عندهم التزام وضمير. مش فاهم إيه مدام يا وسام جماعة بتقول لك ولا إيه؟ ايه؟ بتقول لك الطلبه خايفين يخشوا الامتحان بكره. الجيش يعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ كابتن عزمي عايزه اقول لحضرتك سؤال. لقاء العمالقة سعيد حساسين وعزمي مجاهد ومجدي الطنطاوي، بالتأكيد حلقة فيها هذا الثلاثي. يعني لازم تشاهد هذه اللقطة، هي متصلة. لسه بتقول يا هادي، لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنة وانتم طيبين، وهتبدأ في الكلام. فعزمي مجاهد قال لها على طول اوعي تقولي لي ان الجيش يمسك وزارة التربية والتعليم، وكأنه بيلقنها على الهوا تقول ايه وما تقولش ايه. فقالت له ماله، فبدأ نقاش جميل جدا، موضوعي جدا، مهني جدا، مقنع جدا لأمثالي وللسادة المشاهدين. اقتنعنا بشكل كبير جدا ان القوات المسلحة لازم تمسك وزارة التربية والتعليم. وكان هناك لجنة ناقشت هذا الامر في حلقة الامس، وكان معي اللواء جمال ابو ذكري، وتحدثنا عن وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة الداخلية. لكن الحقيقة فاتهم ان الجيش يتولى التربية والتعليم. اخر مقطعين معانا في مصر في اسبوع الحقيقة هم يعني يحملوا كم كبير من الكوميديا السوداء. جابر القرموطي اللي كان معانا طوال مصر في اسبوع طوال العام الماضي، الحقيقة الراجل كان ليه مشاهد كثيرة جدا. مرة دخل بخازوق، ومرة دخل بلابس هدوم عليها فلوس. خلينا نشوف جابر القرموطي بيعمل ايه. بيقول لا داعي للإسراف في طعام إفطار رمضان لأنه مكلف ماديا وصحيا. وبالتأكيد جابر القرموطي كان لازم يكون قدوة أمام السادة المشاهدين. نشاهد ما فعله جابر القرموطي. ده يعني دول يكفوني. ده لو انا هاكل ده دول زياده كمان. يعني لو انا هاكل ده حته اللحمه وشويه الرز دول كفايه قوي، مع شويه سلطه انت بتشتغل عليها. مع لو انت برضه مش هتاكل اللحمه كفايه قوي دول عليك. ربع فرق الناس مش لاقيه. يعني حضرتك هتتفشخر تاني مفيش داعي. والسيده او امي او اختي او زوجتي او بنتي او يعني جارتي، اي حد بيسمعنا دلوقتي والله ما في داعي، لا داعي ماليا ولا داعي صحي. خلاص بقى كفى. الفارق بين جابر القرموطي وبين احمد موسى ان جابر القرموطي كان بيتكلم بحرقه مع الفقراء، وجايب ربع فرخه ويعني وشويه سلطه، وقاعد على طبليه في وسط الاستوديو بيكلم الناس بحرقه كبيره جدا. ولا احد يعلم غير جابر القرموطي والمقربين منه اين افطر وعلى ماذا افطر في ايام رمضان. بالتاكيد لم يفطر على ربع فرخه وشويه سلطه وكوبايتين الا اذا كان يعني بيتبع نظام غذائي بعينه. احمد موسى كان الحقيقه هو ختام هذه الفقره. احمد موسى طلع قال للناس استحملوا، افطروا بشويه لبن، شويه تمر سقوه في ميه، وعرق سوس ب3 ساغ. ثم في الدقيقه التي تليها تحدث عن افطار احمد موسى في اول ايام رمضان. نستمع لما قاله احمد موسى في هذا المقطع. مش لازم قوي على فكره، شويه بلح مع شويه لبن تنقعهم في اللبن كده اهو، كوبايه زي كده لبن وشويه بلح، احلى فطار. انا بقول لحضراتكم اهو، هو ده ب3 ساغ، حاجه بسيطه قوي تتعمل في اي حته.